يعني اما كنت مثلا بتفرج على لاين كينج هنيدي راكب على شخصيه تيمون. تيمون بومبا تيمون صح. انت التون بتاع الصوت ده راكب على شخصيه البغبغان. الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره على شخصيه اسكار. كان مين اللي عامل اللي هو الاسد لاين كينج؟ عصام سيف. وده مين؟ اللي هو المذيع اللي بيعمل اعلانات. والله ما عملش غير ده بس. عمل ده بس. بس كان قوي جدا. والله ممثل شاطر. هو اساسا فويس اوفر، يعني هو اساسا لا بس بيعمل فكره ده. التمثيل طبعة والاحساس الصوت بتاعته والاداء كان ده محتاجه برضو ممثل. حتى في الدوبلاج لازم يكون ممثل. ما هو دي كمان بيرجع ان لازم المخرج اللي بيوزع الكاست وبيختار الناس. كان يعني ايه اشهر الحاجات اللي عملتها مع عادل واحنا بنسمعها وعارفينها بس مش عارفين مين اللي عملها؟ ما هو زي مثلا بكار. بعمل انا مشرط شرير وبعمل سيدون. فهم ودول مشرط شخصيتين مختلفين تماما. طب صدق ايه صدق يعني يعني مشرط الشرير. اهلا اهلا يا ابو كف رقيق وصغير. في بقى خاله سيدون. يا سلام عليك يا ولد يا بكار، انت ولد تمام. انا راح نعمل معاكم مشروع جامد، راح نبيع طواقي وسبح في الحج. يعني في مجال ومجال جميل اللي انت بتعمل فيه، واكيد بتعمله بحب. يعني ما لازم أكيد الاول تكون بتحب اللي بتعمله عشان تنجح فيه. ويبقى في اسم في هذا المجال، يعني زي في كل مجال من المجالات اللي بيبقى ناجح واخد خطوات فيه. في الدوبلاج نفس الحكايه، ما بنتكلم عن عادل خلف، يعني ما شاء الله اي حد في اي شركه بيتعامل مع الراجل ده. الحمد لله. وده نتيجه طبعا ممارسه الحمد لله. بس وخبرة. يعني ممكن استاذ عادل يعمل كل اصوات الفيلم لوحده. يعني ممكن وممكن يعني اللي بيسمع اصوات ما ياخدش نسائيه، ممكن باله. اصوات نسائيه كمان. هو حصل. لا. والله لا والله في حاجات من دي حصلت. واذاعه طبعا، يعني اذاعه كتير. الاذاعه برضه عشان هو ايه حته التلوين دي برضه موجوده برضه. بس دي ملكه مش اي حد. فكره انك تعمل طبقات صوت مختلفه بشخصيات مختلفه وما تقدرش تفرق بينهم. انت عارف